الكحك مش شوية سمنة ودقيق وخلاص، ده خبرة وفن واختيار خامات مناسبة وتوظيفها صح، وكمان طريقة تشغيل للفرن وتسوية مظبوطة عشان نطلع كحك ناعم ومتماسك وطعم السمنة البلدي يكون موجود فيه، مفهوش غلط. بأمر الله هنعمل النهاردة مع بعض أنجح وأحلى وصفة وطريقة لعمايل الكحك، دايب دوبان كده، حقيقي أحسن من الجاهز 100 مرة. وكمان هنعمل مع بعض أشكال مختلفة وشيك كده، هتقدمي طبق الكحك بتاعك يكون مميز عن أي طبق كحك ممكن تشوفيه في حياتك. هنعمل الشكل الأولاني اللي في بداية الفيديو، وهنعمل كمان أشكال مميزة جدا. تابع معايا الفيديو للآخر علشان أقولك كل التفاصيل وكل الأسرار. ولو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة، وكمان تدعميني بكومنت حلو زي كده. زي ما انتوا شايفين انا حبيت اعاير معاكم المقادير بتاعتي بالظبط. هنا 500 جرام من السمنة، لازم يكونوا 500 جرام من السمنة. في ناس بتحط 550 جرام، دي حرية شخصية لو انت عايزة الكحك يدوب خالص، بس انا ما بحبش الفكرة دي. السمنة بتاعتي البلدي نوعها يكون كويس، دي اهم حاجة، ودي اللي بتدي لطعم الكحكية بتاعتك طعم مميز جدا. اهم حاجة عندنا في المكونات ان انت تكوني حريصة ان انت تجيبي الحاجة المظبوطة اللي تطلع معاكي كحك ناعم. اول حاجة معانا هنا كيلو دقيق مخصص للكحك، و500 جرام سمنة بلدي، ومعانا كمان 200 ملي جرام لبن على مية، ولو حابة تخليها مية بس يكون افضل، ويكون الدقيق بتاعك مخصص للكحك والبسكوت. دي اهم نقطة عندنا في الوصفة بتاعتنا. معانا معلقتين سكر كبار، وكمان معلقة خميرة كبيرة، ورشة ملح، ورشة بيكنج باودر. بحاول أبسط لكم الموضوع وهعد لكم المكونات تاني. 200 ملي جرام لبن على مية، لو حابة تستبدليهم بمية بس تمام، تكون فترة أهم حاجة لو عند الاستخدام. ومعانا ريحة الكحك معلقة صغيرة لأن احنا كده كده بنستخدم سمنة بلدي، ومعلقة كبيرة سمسم، وكمان معلقتين كبار سكر بودر، ومعلقة خميرة. 500 جرام سمنة، وكمان معانا رشة الملح، كيلو مظبوط. وممكن تاخدوا المكونات اللي انا كنت كاتباها من شوية سكرين شوت، هتسهل عليك الدنيا خالص. اختيارك صح مليون في المية. هو الكيس ده بيبقى عبارة عن كيلو جرام، زي ما بقولكوا كده مكتوب عليه دقيق كحك وبسكوت. ده من احلى وانجح انواع الدقيق اللي بتطلع لي فعلا كحكية دايبة خالص. ليكي حرية الاختيار برضو لو حابة تستخدمي اي دقيق تاني، لكن انا بقولك على تجربتي وعلى الوصفة بتاعتي ومدى نجاحها الصراحة. هنجيب اول حاجة خطوة معانا هنا، هنجيب حلة كده ستانلس، ولازم طبعا الحلة اللي هتعجني فيها او الحاجة اللي هتعجني فيها تكون ستانلس، وتحاولي تستخدمي كل حاجات كده ستانلس علشان تطلع معاكي كل حاجة مظبوطة. انا حطيت السمنة في حلة ستانلس وحطيتها على النار، تبتدي يا دوبك تسيح كده، ولو غليت معايا شوية ما فيهاش اي مشكلة. الفكرة من قدح السمنة عندنا ان احنا الكحك يقعد معانا فترة اطول. احنا النهاردة كده كده لسه فاضل على العيد اسبوع، كل سنة وانتم طيبين. وتقعد بقى زي ما تقعد بقى الكحك معايا، يقعد زي ما يقعد كده كده، مش انا ادحاله السمنة، فاللي بيعمل على البارد ده لو حد عنده مشاكل في المعدة يعني. هنبتدي بقى نعمل حفرة كده في قلب الدقيق، وننزل بالسمنة بتاعتنا زي ما انتم شايفين هي بتغلي اهي. ما عندناش اي مشكلة، لو حابة تسخنيها بس برضو ما فيش اي مشكلة، لكن انا بنقلك الوصفة بتاعتي بكل حذافيرها. وحقيقي يا بنات طلعت طعم كحكاية حقيقي حقيقي انا ما دقتش زيه قبل كده. انا عملت كحك قبل كده طبعا لكن ما كنتش بصوره، فحبيت اشارككم معايا الوصفة دي لاني حقيقي حقيقي عجبت كل اللي دقوها. طبعا عشان البث ده اهم مرحلة قبل ما نضيف اي مكونات. البث عندك لازم تغلفي كل ذراية دي بالسمنة بتاعتك، فانا حطيته في العجان بتاعي، وبعد كده برضو بسيته على ايدي قبل ما اضيف اللبن على الخمير. هتشوفوا كل الخطوات دي. هنا الدقيق وهو بيتبس حطيت معايا معلقة السمسم الكبيرة علشان تندمج كويس مع المكونات بتاعتي، وبعد كده نزلت برشة الملح، سنة عن سيدنا محمد لازم طبعا عليه افضل الصلاة والسلام. وبعد كده سبتها تتبس شوية برضو في العجان، وبعد كده هنقلها بقى معايا في حاجة كبيرة، وابتدي اعجن لغاية ما اوصل للقوام المظبوط. جبت هنا بولة جنبي عقبال ما الدقيق بتاعي يتبس، جبت بولة وحطيت فيها معلقة الخميرة الكبيرة، وبعد كده حطيت عليها كمان معلقتين السكر علشان تساعد على تفاعل الخميرة بسرعة. وال200 ملي جرام اللي كنت حطاهم لبن على مية، حطيتهم يدفوا بس بسيط كده على النار،
علشان الخميرة بتاعتي تتفاعل. اهم حاجة يكونوا دافيين دمع العين، ما يبقوش بيغلوا، لان طبعا لو بتغلي الخميرة بتاعتك هتفسد ومش هتطلع قوام كويس للكحكاية بتاعتك. على قد ما الملاحظات اللي بقولها دي ممكن انت تكوني مستبسطاها، لكن صدقيني كل خطوة وكل ملحوظة بقولك عليها بتفرق جدا في الوصفة معانا. هبتدي ادوبهم كده كويس جدا مع بعض واسيبهم بقى يخمروا كويس على جنب. هنا بقى كنت بضيف بقى ريحة الكحك للعجين بتاعتي قبل ما اطلعها من البولة بتاعة العجان، وعشان ابقى كده ضفت كل المكونات وفاضل الخميرة واللبن والسكر بس اللي هضيفهم، وابتدي الم بيهم العجين بتاعي. هنا بقى هفضي العجين بتاعي في حاجة واسعة كده عشان اعرف ابسه تاني، مش هكتفي بالبس اللي العجان عمله، وابتدي اضيف عليه الخميرة بتاعتي والسكر واللبن على مية لغاية ما القوام بتاعي يوصل لكده. القوام بتاعك هتعرفي منين انت كده قوامك تمام، قوام العجين بتاعك تمام ولا لأ؟ لما تيجي تبصمي الكحكايه بتاعتك ما تلاقيهاش بتشقق من الجناب كده، ما تلاقيهاش بتشقق معاكي، تعرفي كده ان العجينه بتاعتك مظبوطه 100%. ولو لقيتيها بتشقق يبقى علاجها ايه؟ اوعي تضيفي ميه، لا هتضيفي سمنه، معلقه سمنه صغيره كده، وتبتدي تعجني العجين تاني ولغايه ما يوصل معاكي القوام ده. والملحوظه التانية المهمه برضو معانا، وانت بتضيفي المواد السائله على العجين بتاعك لازم تكوني بتلمي العجين بيه مش بتعجني. تمام. نيجي هنا بقى للتشكيل بتاعنا. زي ما انتوا شفتوا كده البصمات القمر دي جبتها، هي من جوه فارغة، فانا كنت عارفة ان انا عايزة اجيبها بالشكل ده. زي ما شفتوا اول واحدة معمولة اهي، عملتها كده وحطيت جواها، جبت القطاعة بتاعة الورد وحاولت اعمل شكل وردة كده صغير. واهم حاجة بقى وانت بتلزقيها تكوني جايبة جنبك كده فرشة بتاعة الحلويات وحاطة دقيق على مية، بحيث ان الوردة تلزق فيها وما تفكش طبعا لما تدخل الفرن وتستوي. هنا عملت شكل الوردة بتاعي يكون صغنن كده، وهتشوفوني وانا بثبتها ازاي في الكحكاية. حقيقي عايزة اقول لكم الولاد بيحبوا الحاجات دي جدا، مش هخليهم يشاركوا معاكم. الحاجات دي بتترك في العقل الباطن بتاعهم ذكريات حلوة جدا، فاعملوا ذكريات حلوة مع الولاد يعني علشان يفتكروا بيها العيد ويفتكروا بيها ايام زمان. يعني زي ما احنا كده بنفتكر ايام زمان لما تيتا وستي وستكم كده كانوا بيعملوا الحاجات دي، فالحاجات دي ذكريات كده لن تنسى ولن يكررها الزمن. يعني اعملوا ذكريات حلوة كده مع ولادكم. زي ما انتوا شايفين كده عملت رشة الدقيق انا بس عشان حاولت اعيدها تاني، فكرت ان انا ما جبتلكوش فعشان كده باين، لكن لما تحطي رشة صغننة كده متبقاش باينة. وكل ده طبعا في السوا بيروح، لكن اللي بيثبت الشكل الكيوت ده. وحقيقي يعني هتبقي عندك كده طبق مميز. ودي اللقطة اللي انا حبيتها قوي قوي في الفيديو بتاع النهاردة. هتعملي اشكال كده تبهري بيها ضيوفك لما تقدمي كده طبق كحك شكل مميز عن اي طبق كحك هم شافوه. فهتبقي ليكي طلتك برضو بالطبق بتاعك. بصوا الشكل تحفة ازاي، حقيقي بجد خرافي، وعلى الطبيعة كمان، يمكن التصوير ظلمه شوية، على الطبيعة تحفة تحفة تحفة. بصوا الاشكال مختلفة وجديد وكتيرة وجديدة، يعني مش اي حد بيعملها، كله بيعمل الشكل المعتاد اللي هو تاني واحد على من ايدكم اليمين ده. لكن شكل الورد ده كيوت قوي وعجبني الصراحة، وان شاء الله هينول اعجابكم. جربوها، وحاجات متوفرة عند بتاع الحلويات، يعني مش حاجات صعبة مثلا او حاجات مش هتلاقيها، لا تقدري تنفذي ده واحسن منه كمان. وان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم كده بإذن الله. اتمنى لو انا فدتك ولو باي معلومة صغننة كده ولا بسيطة، ما تنسينيش بدعوة حلوة كده، علشان انا اهم حاجة عندي ان يكون المتابع من معايا يكون بيستفاد، وبكون بقدم محتوى يفيد، ولو حتى بأي حاجة بسيطة، دي حاجة بتبقى بسطاني جدا والله. يعني ما ببصش لريتش قناة ولا لأي حاجة، على قد ما أنا ببقى عايزة أعمل متابع حقيقي يكون يعني بيتابع قناتي بحب كده، فدي أهم حاجة عندي والله.
ربنا يا رب يديمكم في حياتي. انا سعيدة جدا جدا بوجودكم، وسعيدة بتفاعل بتاعكم على القناة، شايفاه وبشوف تعليقاتكم كلها، وبحاول والله على قدر المستطاع ان انا ارد عليكم. بس اعذروني لو انا في كومنتات ولا حاجة بتقع مني، لكن انا والله فرحانة بوجودكم في القناة. ربنا يا رب يخليكم ليا، وعيد سعيد، وان شاء الله عقبال اعياد كتير واحنا سوا كده ومع بعض. نيجي بقى للتسوية. التسوية بتاعتنا لازم يكون الكحك بتاعك داخل على فرن يكون ساخن جدا، وطبعا درجة الحرارة بتاعتك تكوني ظبطاها على 180، وبعد كده تهديها خالص على 160 علشان تطلع معاكي كحكاية مستوية، وفي نفس الوقت تكون دايبة كده، ما تكونش لو عاملاها محشية ما تكونش معاكي ناشفة والحشوة ناشفة. بصوا اللي شكلها وردة تحفة ازاي، قمر 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 حقيقي بجد يعني. انا بكلم بقى صورت لكم وهي لسه طالعه من الفرن، بصوا شكلها حلو ازاي. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب.